بدأنا نصطنع. الشباب بدأوا يصطنعون اعلام المولوتوف، مال المولوتوف هذه صناعة يدوية يسوونها شباب. زين؟ بدأوا يستعملون السموم في العصائر وما العصائر على نقاط التفتيش، هي كلها مقاومة. زين؟ على انك يعني تكرمه ايه كرمه عصير وبعدين انجضع. التسميم يعني كان مثلا من بعض المختبرات وصلنا الى بعض السموم وقمنا بوضعها من خلال يعني مجاميع قاموا بوضعها في بعض القوارير الماء او العصائر وتم في يوم واحد فقط. ومنين عرفنا نتائج هذه العمليه؟ عرفناها من الاطباء الكويتيين اللي كانوا يعملون، لان كان الاطباء الكويت كانوا يعملون، القطاع النفطي كان يعمل عشان عمليه الماء والكهرباء والكذا، في اشياء في امور الحياتيه الاستراتيجيه كانت تعمل. نعم، في يوم واحد يتم توزيع المواد المسممه سواء كذا قوارير المياه او مأكولات او عصائر او كذا في ساعة زمان واحدة، من الساعة 11 للساعة 12 ظهرا، هذه في عز الصيف قبل ان وفيما بعد خلاص حتى لو ما مداك يعني تخلص من الكمية الموجودة عندك، لألا انه يتبين لهم ان هنالك، لان العملية راح تنكشف بعد زمن بسيط راح ينكشف. وبالفعل صار عندهم هذاك اليوم يعني أعداد كبيرة تعرضت إلى التسمم وتم نقلها إلى المستشفيات. الله العالم شنو نتيجتها، عاد اللي مات واللي صحى واللي عاش واللي كذا. لا تسلني من أنا واسأل فعالي، دائما تسمو إلى كل المعالي.